الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول من رب العالمين. يا رب، نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نسألك رد القضاء، بل وإنما نسألك يا مولانا اللطف فيه يا أكرم الأكرمين. توعد الشيطان بني آدم فقال لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. فماذا قال مولانا لذاك الشيطان اللعين؟ قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ابن آدم، دنياك ساعات سراع الزوال، إنما العقبى خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري الدنيا المنى والضلال؟ وأصلي وأسلم على حبيبي وحبيبكم محمد، هو صاحب الشامة والعلامة، المظلل في يوم الهجير بالغمامة، الذي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، الذي سيشفع لنا غدا عند الله يوم القيامة. أخبرنا بقوله الشريف: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، بل جهاد ونية. صلوا عليه تسعدوا، ويجيء بالفرج الغد، فبرحمة من ربكم هل الحبيب محمد. صلى عليك الله يا خير خلق الله يا سيدي يا محمد. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن التقوى وصية من الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيقول مولانا جل جلاله: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقول أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله. سادتي وأحبتي، عما قريب سنودع وإياكم عاما هجريا، ونستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى عاما هجريا جديدا، سائلين فيه المولى أن يجمع فيه شملنا، ويوحد فيه صفوفنا، ويغفر به ذنبنا، ويفرج فيه كربنا، ويغير فيه أحوالنا من حال إلى أحسن حال. فقولوا معي آمين. سادتي وأحبتي، نظرة منك هنا وهناك. ترى أمتنا يلفها الحروب والكروب، وما أدراك، الدماء تزيل وتسيل بغزارة، وأشلاء الإنسان تتناثر بلا عراك أو بعراك. فجاءت هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كي يعلمنا الاقتداء والاتساع. فإن من قرأ التاريخ هيجه على البكاء،
ولذلك ترى أن المولى جل جلاله وهو يحدثنا عن فترة زمنية حرجة من تاريخ أمتنا في ذلك الزمان، فقال مولانا جل جلاله: واذكروا، أي أن ما مضى كان تاريخا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس. ماذا قال مولانا؟ فآواكم وأيدكم بنصره، قال: لعلكم تشكرون. انظر: واذكروا إذ أنتم قليل، ثم ماذا؟ مستضعفون، يأخذكم الناس شرقا وغربا، شمالا وجنوبا في الأرض، وتخافون. فماذا كانت النتيجة؟ قال: فآواكم بعد القلة وبعد الاستضعاف وبعد الخوف. ماذا؟ قال: فآواكم وأيدكم بنصره، ولكن استمرار التأييد والنصر من الله مركون بقوله: لعلكم تشكرون. ومعنى تشكرون لا لقلقة اللسان، بل وإنما هي الحال، أي أن الإنسان يستخدم الماديات فيما أمره المولى رب الأرض والسماوات، هذا هو الشكر. فمسيرة التأييد ومسيرة النصر من الله تعتمد على منهج لعلكم تشكرون. ويقول بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. فالنظم تغير، لم يقل وأماناتكم، إنما قال: وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فانظر إلى المولى كيف فرق بين جملتين مع أنه عطف عليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، جعلها جملة مستقلة، وجاء بحرف العطف وقال: وتخونوا أماناتكم، أي جعل بين الرب والحبيب وأنت جملة ماذا تخون. فكأنه يقول لنا أن من خان نفسه فقد خان رسوله، ومن خان رسوله فقد خان ربه، ومن خان ربه فقد خان الأمة جمعاء. جعلها هكذا مستقلة، فلم يقل مولانا لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم، لا، إنما قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم يقول بعد ذلك: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بعد ذلك يوصي الأمة بالمنهج، فيقول مولانا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إنه يحدثنا عن فترة زمنية حرجة من تاريخ هذه الأمة، ولكن مسيرة التأييد ومسيرة النصر من الله تعتمد أن لا تكون هناك خيانة شخصية، وأن لا يكون هناك ماذا، إنما يكون هناك منهج الشكر على وجه الأرض. حينئذ يأتي مدد الله ويأتي نصر الله ويأتي إنعام الله تبارك وتعالى. فنحن نودع عاما هجريا أفل فيه بما أفل، ونستقبل عاما هجريا جديدا يذكرنا
العام الهجري بتاريخ أمتنا، فأمتنا لها تاريخ علياء لا استعلاء، تاريخها وفاء لا جفاء، تغييرها تبديل لا تضليل، تغييرها تعديل لا تعيير. فأيما أمة كان تاريخها وواقعها وحاضرها تغيير، وفاء، علياء، كان ظهر الأرض خير لها من بطنها. وأيما أمة كان التعيير رائدها والتضليل والجفاء، إنما بطن الأرض خير لها من ظهرها. فتعالوا كي نتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحوار الذي دار بينهم، كي نعلم أن تاريخنا ونعلم أن شريعتنا غراء صاحبة بهاء تعلي قدر الإنسان. فترى أن سيدي عمر رضوان الله عليه يوم كان خليفة للمسلمين جاءته رسالة من أمير البصرة وعاملها آنذاك هكذا بلغة المحافظ اليوم، جاءته رسالة وكتاب: يا أمير المؤمنين، أن أعطي لفلان بن فلان كذا في شهر شعبان. فجعل عمر يفكر: أفي شعبان الذي مضى أم في شعبان الذي سيأتي؟ فجمع أصحاب الحبيب رضوان الله عليهم جميعا فأجلسهم فقال لهم: نحتاج أن نؤخر لأمتنا تاريخا، فتاريخنا مرتبط بقريش، فقريش تؤرخ لنفسها بعام الفيل، قبل عام الفيل وبعد عام الفيل، فكأنه يريد أن يؤسس للأمة تاريخا مجيدا تمشي عليه وتسير. فماذا تقولون؟ كيف نؤرخ لأمتنا هذا المجد التليد؟ فقال أحدهم: يا سيدي، يا أمير المؤمنين، فلنجعل من ولادة حبيبنا المصطفى يوما نؤرخ فيه تاريخنا. فقال سيدي علي رضوان الله عليه: يومها لم يكن هناك إسلام، يومها لم يكن هناك إسلام. كأن سيدي علي بعبقريته وفكره النافذ أراد أن لا يربط هذا التاريخ بأشخاص، إنما أراد أن يربط تاريخنا بعقيدة، بعلوية وسماوية، لا بأشخاص. فقال الثاني: فلنجعل من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في 40 تاريخا نؤرخ فيه أمتنا. فقال سيدي علي: قال: يومها كان الإسلام متخفيا، لم يظهر في العوالم كلها. فقال الثالث: لنجعل من وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم يوما نؤرخ فيه تاريخا لأمتنا. فقال سيدي علي رضوان الله عليه: لماذا نؤلم أمة حبيبنا محمد؟ لماذا نجعلها تعيش في الحزن؟ فإن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان حزنا علم بكل مسلم ومسلمة. نعم أن هناك انقطاع للوحي، نعم أن هناك اختتام للدين، فكيف نؤلم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهنا ينظر عمر رضوان الله عليه فيقول له: فماذا تقول يا أبا الحسن؟ ماذا تقول أنت؟ قال: نأتي وننظر إلى أعظم حدث مر بتاريخ أمتنا. ما هو أعظم حدث؟ ما هو أجل حدث؟ ما هو أكبر حدث؟ فماذا كان؟ قال: فما هو أعظم حدث؟
قال يوم هاجر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فهذا أعظم حدث مر على هذه الأمة. كيف كانت هناك دولة مدنية أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، كانت دعوة عالمية. هناك تآخى العربي والعجمي، هناك تآخى من تآخى الروم والفارسي. فإذا كانت أعظم حدث مر على هذه الأمة هي هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالوا فأين نجعل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من المعلوم أن الحبيب هاجر في شهر ربيع الأول، فلقد ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وكان ذلك في شهر ربيع الأول. فلما لا جعلوا من شهر ربيع الأول التي هاجر فيها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تاريخا لأمتنا؟ وهنا ينظر سيدي عمر رضوان الله عليه، قال متى ينتهي شهر الحج ومتى يكمل حج الإنسان؟ لأن الحج هو الركن الخامس من الأركان، به يختم الله تعالى بقية الأركان. فإذا نظرت إلى التوحيد وهو ركن تراه ركنا قوليا، وإذا نظرت إلى الصلاة وجدته ركنا قوليا وفعليا بدنيا، وإذا نظرت إلى الصيام وجدته ركنا بدنيا، وإذا نظرت إلى الزكاة وجدته ركنا ماليا. أما الحج فهو قولي وهو مالي وهو بدني، فإذا ضم كل الأركان وهي خاتمة الأركان. فمتى ينتهي الحج؟ قالوا بشهر ذي الحجة. قالوا فلنجعل من محرم بداية السنة الهجرية. لماذا؟ كي يعلم الإنسان المسلم أنه قد بدأ ولادة جديدة وحياة جديدة. هكذا ينظر سيدي عمر، ولذلك جعلوا الهجرة مع أنها كانت في شهر ربيع الأول جعلوها في محرم، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالأمة تولد بعد الحج. فانظر إلى عمق وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن سننتهي من سنة ذابلة ونستقبل سنة هجرية جديدة نولد بها من جديد، سائلين فيها المولى جل جلاله أن يجعلها عام نصر على الأعداء، وأن يفرج فيه الكربات عن المؤمنين والمؤمنات، وأن يعلي فيه راية الحق على القوم المعتدين والكافرين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا رب، اللهم يا مجيب السائلين وفق المسلمين لما تحبه وترضاه، يا كريم يا رحيم آمين.